إلى أين تسيرون؟ هذا سؤال منطقي، إلى أين تسيرون؟ وتريد أن تدخل نولي أنا مكفل بيك ولا نولي أنا هاز 4 الجزائريين 5 لأنك لست قادر. أولا حينما تتكلم عن الاقتصاد أعطيني، ها هو الرئيس الجزائري خسر 870 مليار دولار، قريب تريليون دولار خسرها من نهار جا. سمي لي مشروع قومي واحد داروا قادر على الإضافة وتوظيف الناس، أعطيني واحد نسمي ليك أنا من نهار جا محمد السادسة. راه كاين كتاب ادعو المغاربه الى قراءته يسمى ربع قرن من التنميه، ان كارت دو سياكل دو ديفلوبمون، بلا ما نهضر لك على لي بروجي كبار اللي كيديرهم المغرب. تقدر عليا لماذا لا ترضى ان تعود الى المغرب وتقرا الاقتصاد، تقرا كيف الشعب ما عندوش ثروات وبلا دوله، كيفاش تقرا بان الشعب ما عندوش ثروات وعنده مشكل معاك انت كنظام وكشعب. علاش؟ لانكم لا تريدون من المغرب ان يكون قوه اقليميه زعيما للمنطقه. علاش؟ بذلك النيف الخاسر، لانكم سعيتم في خراب المنطقه وما قدرتوش تبنيوا دوله. ونقولها لك وبهذا اختم، انا نقول لك لو كان تحل الحدود مع الجزائر والله العلي العظيم نحتلوكم احتلالا ولن يبقى منكم الا الاسم، لانكم عاجزين عن فعل اي شيء في تلك الدوله، ما قادرينش. البارح خارج عليك سي سعيد سعيود يتكلم على ازمه الحاده في نقص البنوات. هذه دوله هذه؟ مازال ما عندك بنوه رب العالي وتجي تكلم لي على الدوله ونحن وشيكور. ماذا فعلت في 2,351,000 ولا 371 الف كيلومتر في حين ان الدوله جامعت في 19% في الجزائر؟ هل طرحت على سؤال على نفسك انت كجزائري علاش حنا عندنا دوله عباره عن قاره ونسكن في 19%؟ لان النظام يريد باش تحس براسك راكم بزاف، راكم زاحمينكم في الشمال باش تحسوا راسكم بزاف. حتى الدوله حينما تصدر اموال للدعم نصها يخرجوها لي جينيرو وتتبقى حاصل. علاش؟ لان لو كانت تعطيك الان عدد السكان في الجزائر ما يتجاوز 28 مليون، وهما راه يقول لهم رانا نحن نقارب ال 50 مليون. علاش؟ لان الاموال ديال الدعم ديال الجزائر نصها يهربها الجنرالات الى خارج الجزائر. لذلك يجب ان توعوا ويجب ان تعرفوا ما الذي جعلنا دوله متخلفه رغم الثروات الطبيعيه، رغم الموقع الاستراتيجي للدوله الجزائريه اللي كان بامكانها تكون انها شرطي المنطقه في البحر الابيض المتوسط، ويد عامله لاكثر من نص ديال الشعب ديالكم راهو يتسنى في منحه البطاله ويقول لك راهي راكده وتمونجي. علاه؟ وين راه لا برودكتيفيتي؟ وين راه الانتاجيه داخل الدوله؟ هذا الذي يجب ان تسال عليه نفسك. اما انك تسنى البترول حتى يتزاد عبر الازمات في العالم، انت اصبحت تتمنى الا تنتهي الحروب حتى تخرج من الازمات اللي ادخلك فيها النظام. يجب ان تعيد النظر في هذه المساله. اللي وليتي على خريامك تسنى قطري تيجيب لك بقره من ميريكان، تولي على خريامك سارح في الجزائر. لو عاد السي مصطفى بن بولعيد وسي عباس الغرور وسي عاجل العجول ونظر الى هذا الواقع والله بهذه اختم لن يرفع السلاح في وجه فرنسا. تحياتي لكم واعتذر عن الاطاله. حياك الله سي إدريس. ما ادري عندنا مشكله انا وانت في الميكروفون، لا اجرؤ حتى ان افتح حتى اتفاعل معك لانه ياتيك الصدى، فاضطر ان اتركك تكمل، ولكن عندي شويه يعني نقط نظام، لكن في اشكاليه الميكروفون هذه عويصه. تحياتي لك سي إدريس، اشكرك بتواجدك وهذه المداخله.